مساوي ما راح ادخل في المباراة. اول شيء بقول ايش قلت له سامي مساوي؟ ابد قلت له ان نجم كبير في الهلال في المنتخب يعني يعني امثال اسامه باخلاقياتهم من اللاعبين، نتمنى ان يكون كل لاعبينا زي اخلاقياتهم. ادخل مباشرة في تفاصيل المباراة. سمو الامير، هل كان شوطا اول يختلف عن الشوط الثاني؟ يتكلم عن اداء النصر، كان الشوط الاول افضل بالنسبة للنصر؟ احنا كنا الشوط الاول افضل يعني ما في شك، لكن الشوط الثاني طبعا الهلال بيهاجم عشان يبغى يعدل النتيجه وعدل النتيجه، لكن الحمد لله على كل حال. احنا الحين ما ننظر المباراه هذه، ننظر مباراه الاتفاق ان شاء الله القادمه يوم الخميس. تحليل فني الكابتن سامي الجابر قبل قليل في حديثه مع كابتن سامي الجابر مع زميلي عبد الله عضيبي يقول كم رسمه هنا طال عمرك تسمح لي اسف، يقول انه حتى الشوط الاول ما كان في اي فرص تذكر بالنسبه لنا. والله يعني هذا راي سامي، لكن احنا الحمد لله عارفين لاعبيننا يعني لعبوا الشوط الاول مباراه جيده. طبعا انا سمعت انه ذكر انه احنا زي الفريق الايراني لما لعبنا وهذا. الحمد لله الفريق الايراني يعني كان جيد وحنا كنا جيدين الحمد لله. اهم شيء انه هم اللي تعادلوا معنا، غير كذا الدوري طويل ان شاء الله بيقابلونا في الدور الثاني. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الفريق الايراني كان جيد؟ لا انا ما قلت الحمد لله الفريق الايراني كان جيد، يعني هو لما ذكر ان الفريق يقارن النصر بالفريق الايراني، الفريق الايراني تغلب على الهلال. فلذلك التكتيك بعض الاحيان يحكم المباريات. يعني الاخوان في نادي الهلال كان هاجموا في الشوط الثاني لتعديل النتيجه وعدلوا النتيجه. احنا طبعا في الكره السعوديه دائما نتكلم وهالبهرجه الاعلاميه والله ضيعنا فرص وما ضيعنا فرص. المباراه انتهت 1-1، كان ممكن تنتهي 2-1 للنصر او 2-1 للهلال، فاحنا ضيعنا فرص كمان. فنقعد نبرر للجمهور انه والله ضاعت فرص ما ضاعت فرص. الحمد لله على كل حال. من اقرب سمو الامير؟ لو قلنا من اقرب للفوز نقدر نحدد فريق؟ احنا كنا افضل في الشوط الاول، هم كانوا افضل في الشوط الثاني. يعني معناته انه التعادل متكافئ في نظرك؟ اعتقادي. بالرغم سمو الامير انه كان يتوقع ان الشوط الثاني يكون النصر افضل، يعني قياسا على ما تحدثت به معنا بين الشوطين، وقياسا على انه كان من الممكن يحدث تغييرات في نزول محمد السلاوي الى جانب ريان. اي ممكن، بس لا ما ذكرت لك انه لا عفوا محمد محل ريان. اي لا الحمد لله على كل حال. انا احب اعلن عبر الرياضيه ان شاء الله في القريب العاجل اداره نادي النصر بتحتفل ب10 سنوات على العالميه، على وصول نادي النصر لكاس العالم. وان شاء الله بندعو نجومنا الكبار اللي مثلونا ونكرمهم ان شاء الله، والرجال والادارات اللي كانت موجوده في اللي شاركوا في كاس العالم الاولى. وبندعي اداره الامير فيصل بن عبد الرحمن اللي حققت هذا الانجاز الكبير للكره السعوديه كاول نادي اسيوي يدخل كاس العالم للانديه. من اختيار الوقت هذا؟ ابدا 10 سنوات، 2010 احنا دخلنا 2000. اي علاقه في خروج؟ الحمد لله النصر عالمي ومعروف انه عالمي، وباذن الله بتكون حفل كبير جدا للاحتفال ب10 سنوات على العالميه. اليوم كنا في لقطه عبر الرياضيه السعوديه، سلمان القريني يتواجد مع اللاعبين في الباص، اللاعبين يتحدثون عن تحفيز، هل هذه كلها مؤشرات لرجوع سلمان القريني؟ القريني عضو مجلس اداره في نادي النصر، يعني بغض النظر كان مدير كره قدم او غيرها، سلمان عضو مجلس اداره في نادي النصر. لكن ما في مؤشرات لرجوعه يعني؟ والله هو عضو موجود، يعني عضو مجلس رجوعه كمدير للفريق الى الان. ان شاء الله في القريب العاجل اذا حصل شيء بنعلمكم. سمو الامير، وجود فهد الريفي في الاونه الاخيره في النادي، البعض مكربتها بانه سيتولى مدير الكره، انت سمو الامير لم تجزم الى الان في اختيار مدير الفريق؟ فهد قريب للنادي وقريب لي شخصيا. فهد هو نفسه ما يبغى يكون مدير عام كره القدم، لكن ان شاء الله في القريب العاجل احنا ما تاثرنا. يعني سلمان قريب كعضو مجلس اداره ما تاثرنا ابدا، يعني الحمد لله نتائجنا جيده. ان شاء الله المباريات القادمه احنا الحين ما نفكر في المباراه، نفكر في مباراتين. في اطار النصر ايضا يطرح اسم برنس تاجو اليوم في وسائل الاعلام؟ والله هذا كلام جرايد اكثر من وسيله اعلام، يعني ما ادري من وين هالحكي. يعني سمو الامير مع قرب الوقت انتهاء الفتره ما بينكم وبين الكابتن خالد راضي، لا جديد حتى الان في القضيه، يجب ان يكون هناك حديث للاداره. ان شاء الله في القريب العاجل تعرفون. الاقرب سمو الاقرب انه يكون في نادي النصر ان شاء الله. متفقين مع اللاعب؟ والله ان شاء الله احنا قدمنا عرضنا وان شاء الله بيرد علينا قريبا. شكرا. شكرا سمو الامير فيصل بن تركي رئيس مجلس اداره نادي الهلال، ايضا وجهه نظر مسؤول في اداره نادي عفوا رئيس مجلس اداره نادي النصر.